بتبدأ حكايتنا باتنين واقفين على شط بيهاجم الولد أبو شعر الراجل الأصلع بعدها بيوقعه في الأرض. بنشوف فلاش باك للمقاتل الأصلع وهو بيتدرب. بعدها بيقوم الولد اللي وقع وبيحاول يهاجمه تاني بس بيتفادى كل ضرباته وبيوجه له ضربة بتخليه يرجع دم. بيفضلوا يتحاربوا شوية لحد ما بيهزموا. بيطلع الولد ده مراية وبيوجه الضوء على وش المقاتل الأصلع. بنعرف إن المقاتل الأصلع عنده مشكلة مع الضوء المركز في عينه. بيستغل الولد ده الفرصة وبيضربه ويوقعه في المية. بنشوف فلاش باك لواحد بيكلم الولد اللي بيقاتل الأصلع وبيقوله إنه مش جاهز يقاتل الراجل ده بس بيرفض يستسلم، وقبل ما يمشي بيقوله إن عنده رهاب من الضوء. بنرجع للوقت الحاضر. بيقوم المقاتل الأصلع وبيهزم الولد أبو شعر. بيقوله الولد أبو شعر إن كل اللي اتقال عنه صح، فبيسأله أنت فاكرني مين؟ فبيقوله سيد قبضة البعبع. فبيقوله إنه مش هو وإنه أخوه التوأم وهو كمان عاوز يقتله. بعدها بيمشي. بنشوفه قاعد في غابة وبيجي واحد وبيحاول يهاجمه بسكينة بس بيتفاداها. بعدها بيضربه بوكس بيهبده في الشجرة وبيقوله إنه مش هو الشخص اللي بيدور عليه. بيحاول يهاجمه تاني بس بيصد كل ضرباته، وبعدها بيضربه بالرجل يوقعه في الأرض. بيقوله إنه مش هو اللي عاوزه. فبيقوله إنهم قالوا لي إنه في المدينة دي وإنه عارف شكله. بيقوله إنه بيدور على أخوه مش هو. فبيقوله إن دي كذبة هو اخترعها عشان ما ياخدوش الكتاب منه. فبيقول له كتاب إيه؟ بيقول له الكتاب اللي سرقه من مدرسة الكندور. بعدها بيحاول يمشي بس بيرفع عليه مسدس وبيقول له يديله الشنطة. فبيحدفها له وبينط يديه واحد سوبليكس يرقده في الأرض للأحداث لورا. وبنشوفه وهو قاعد مع معلمه وبيقول له إنه علمه كل حاجة وإنه خلاص يعمل اللي هو عاوزه، بس بيقول له بطلنا إنه عارف إنه بيخفي سر عنه. فبيقول له إنه بعد وقت قصير من آخر قتال ليه يتحدى متشرد، بس المتشرد دوت هزمه. فطلب منه يبقى معلمه بس رفض، وقبل ما يمشي قال له على مدرسة في الجبال. فبيروح المدرسة دي وبيتقبل. ما بيبقاش هناك تلاميذ غيره هو وبنت تانية، بس في الآخر بيتهزم منها وبتاخد هي قبضة البابا. بعدها بنشوف اتنين بيتكلموا عنه، وبيقول الشاب الواقف إن في إشاعات إنه استخدم قبضة البابا. بيرفع الشخص اللي قاعد وشه وبنعرف إنه يبقى أخو بطلنا التوأم. بيقول له ازاي يستخدم التقنية دي ومفيش غير كتاب واحد. فبيقول له انه اكيد الست العجوزة عملت نسخة منه. فبيقول له ازاي وان المفروض اللي يعرف يحمل الكتاب يبقى ملكه. فبيقول له انها خرقت القوانين، وبيقول له يدور على اخوه وياخد منه الكتاب، وان لو هزموا الكتاب هيكون هديته. نشوف فلاش باك لاخو البطل وهو بيقتل المعلمة وبيحاول ياخد الكتاب. بيحاول اخوه يضربه بس بيطلع اقوى وبيضربه، وبعدها بيقف يعمل كريم كراميل على وشه. بعدها بياخد الكتاب وبيمشي. بنرجع للحاضر. في حد بينور في وش بطلنا. بنعرف انه التلميذ بتاع اخوه. بيحاول يهاجمه بس بيصده. بيقول له انه هيستناه في مستودع مهجور جنب المدرسة. يفتكر البطل انه بعد ما معلمه قال له على المدرسة راح قال لاخوه وخده معاه، وانهم اتفقوا ان اللي هيتقبل فيهم لما يخلص هيرجع يعلم التاني كل اللي اتعلمه. بيوصلوا. فبتختار بطلنا وبترفض اخوه. بعدها بنشوف بطلنا وهو شايل سلة بتحدفه المعلمة بحجر فبيقع في الارض. فبتقوله انه لازم يكون منتبه دايما وانه يشوف بجسمه مش بعينه. بعدها بسنة بتبدأ تعلمه فنون القتال. بعدها بنشوفها بتدربهم تدريب غريب. بيحسوا بحاجة بتتحرك جنبهم فبيقفوا. بعدها بيسألها مين ده، فبتقوله مش عارفه. بيعرف انه اخوه. فبيقول لها انت بتدربي مين، انا ولا هو؟ ما بتردش عليه. وبعدها بيمشي اخوه. بنرجع للحاضر وبنشوف اخو البطل وهو مع تلميذه. بيقول له ما تنساش انك مش هتهزمه الا لو دخلت دماغه. فبيقول له اقول له ايه؟ فبيقول له يجيب له تذكار من معلمه. بعدها بنشوف فلاش باك للمعلم بتاع بطلنا وهو بيعالجه بعد ما اخوه هزمه وخد الكتاب. شوف البطل وهو بيودع عيلته عشان يروح مدرسة البابا. فبيسأله المعلم سابهم ليه. فبيقول له ان طريق المحارب لازم يمشي لوحده. فبيقول له ان المحارب بيتبع الطريق اللي هو عاوزه. بنرجع للحاضر وبنشوف المعلم وهو بيدرب واحد. بعدها بيدخل عليهم تلميذ اخو البطل. بيقاتل المعلم وبيهزمه، وبعدها بيقتله.
بتشوف فلاش باك للبطل وهو بيتدرب تدريب جديد، بيمشوا على ايديهم لاخر التل وبينزلوا تاني. بعدها بتحط على رقبتهم حديد وعاوزاهم ينطوا من فوق الخشبة دي. بيحاول ينط بس بيفشل، بيحاول التاني ينط بس بيفشل، وبيسيب التدريب وبيمشي. بالليل بيبقى قاعد بياكل، بيشوف اخوه وهو بيتدرب زيه. تاني يوم بيحاول ينط وبينجح، بعدها بيرفع العصاية لمكان أعلى وبينجح. نرجع للحاضر وبنشوف تلميذ أخوه وهو بيعمل حاجة غريبة. بنشوف فلاش باك للمعلمة وهي بتسلم كتاب قبضة البعبع للبطل. بعدها بنشوف بطلنا وهو قاعد قدام بيته وبيشوف أخوه وهو داخل البيت على أساس إنه هو، وإن عيلته متعرفش إنه عنده أخ توأم. نرجع للحاضر بنشوف البطل بيتدرب إزاي يقاتل وهو أعمى. بعدها بيروح المستودع وبيستعدوا هما الاتنين للقتال. بيبدأ القتال وكل واحد فيهم بيفشخ في التاني. بعد ضرب وطحن حاولت أجيب لكم أهم أجزاء القتال. بيضرب التلميذ البطل وبيلبس وشه في الأرض، بيحاول يكسر دماغه بس البطل بيتفاداها. بيطحنوا في بعض شوية وبعدها بيهزموا بطلنا. فبيفتح البتاع اللي كان بيعمله وبيطلع ضوء بيركزه في عين بطلنا، بيعميه. بيحاول يهاجم بطلنا بس بيفاجئه وبيضربه. بيحاول يهاجمه تاني بس بيهزمه، وبيقول له إن معلمه طلب منه أمنية أخيرة بس قتله قبل ما يقولها. بس بطلنا بيتقدم عشان يقتله، فبيقول له إن مراته وبنته للأسف ماتوا وهم فاكرين إن هو اللي قتلهم. فبينزل على ركبة واحدة بس بينط في الجو وبينزل على دماغه بيفرتكها. أتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك. سلام عليكم.